السلام عليكم، صباح الخير، صباح النور، صباح الفل، مساء الخير اللي يشوفوه في المساء، ودايما نقول لكم السلام عليكم. صلوا على الرسول عليه ألف صلاة والسلام. بديت لكم بهاد الكركبة وهذا الفوضى اللي ما تخفاش وما تغيبش على كل بيت والو، يعني تكون الوحدة تكون يعني قابة وتكون ديما واقفة وهكذيك. سبحان الله. نقيو دايمًا ونغسلو دايمًا وتغفل النهار برك، هنا النهار برك يعني من قبل مرضت بهاد لاغريب ما شكيت عليكم، يعني هاكم تشوفوا تقولوا لي عندك الطفلة صراحةً كي تعود ما كتكرهش كتخدم ولكن كيعودوا عندها يعني القراية وتقرا نصف داخلي، تجي عيانة باينة السبت والجمعة هاكا مرات وكي تعود عندها ليكور يعني ماشي كيما تعود يعني ربّة بيت، مولات الدار هي اللي تكون مكلّفة. لهنا هداك النهار يعني مرضت من قبل بالسقعة، ما شكيت عليكم الناس كامل راهي كبير وصغير واللي صغار دار راسهم كتر، يعني علينا ربي يجيب الشفا للجميع، ربي يشفي جميع مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. ولكن هنا دايمًا نقولوا رمضان راه واصل. ويعني كيعود سيدنا رمضان دايمًا نقولوها ونعاودوها يعني حنا كي نجاوبوا الناس اللي كيقولوا علاه في رمضان ما تغسلش وما تطيبش وما تخبي ما توجدش، ماشي ما تخبيش، يعني دايمًا صراحةً كي نصوموا هكا في ساير الأيام يعني هذا جسم، لحم ودم، يعني وخاصةً الناس اللي كيشربوا القهوة، أنا كيف أنا يعني نشرب الحليب مع الصباح، حليب بالقهوة. يعني القهوة ما نشربهاش وحدها، ولكن يعني كي نسحر بالحليب نعدي النهار غاية خلاص، مي كاينين بعض النساء اللي يشربوا 3 قهاوي في النهار، هذاك النهار نتاع الصيام يعديوه يعني مخبوطين، الصداع نتاع الراس يعني الوجع نتاع الراس، وين اللي تكون أم وعندها الوليدات، صراحةً يعني هنا أنا كي نجاوب على خاصةً الأخوات هاذوك السلبيات. هادوك اللي دايمًا يهاجمونا حنا صحاب القنوات، يعني هذا الجواب موجه ليهم، اللي يعني يقولوا لك علاه رمضان، رمضان، وحنا هذا هو المحتوى نتاعنا وهكا لازمك تتبع الهوى يعني منين كيما يقولوا الاتجاه اللي يديه الهوى نمشيو معاه، يعني اللي يمشيو عليه صحاب القنوات أغلبية لازمنا نتبعوه هذه هي. أما النظافة راه كما أنا كي تشوفوني دايمًا نعمل معاكم روتينات ونقي ونغسل وهكاك وسبحان الله، وحنا العيلة صغيرة، أنا لهذا كي نقول يعني اللي عندهم عيلة كبيرة ووليدات صغار ربي يكون في العون، أنا دايمًا نقي هاكا، ونقيها اليوم غدوة يعني في العشيات يعني كأنهم ما عايشينش وحدنا ربي يلطف، سبحان الله. يقول لك محلى النكا ولو يبقى، نغسلو ونقيو وهكاك دايمًا نفس الحالة، طيب الغدا، طيب العشا، دير الزوادة، يعني تزيد حنا بعدا كي نزيدو نرويوها صراحةً نبدا جبد هادي، جبد هادي، جبد هادي، وخاصةً إذا ما غسلناهمش في الساع، خلّي من بعد، خلّي من بعد، يعني نكون مزروبة مرات صراحةً ماشي دايمًا كي نقي دايمًا نغسل الماعن، ولكن وحد الخطرة يعني تبعتها، هاذيك الماعونة اللي توسخ لي نشللها، يعني نخلي الجر محطوط هاكا في باسينة، العين الماء راهو ماشي، يعني الماعونة اللي توسخ لي نشللها نردها ليه صراحةً قداش والحالات قعد لي يعني نقية، ومن بعد مانيش عارفة علاه زدت هاكا نكون عندي طريق نكون مزروبة، المهم نوجد هذاك الطياب ولا طلعت للمزرعة كيف يعني الانشغال خلاف اللي كيخلينا لهنا ها هي قبل وبعد، بعد ما نقيت البوطاجير أني نفط يعني البلاكار نفطو قبل يوم،
نقيتها وريتكم يعني ودروك زيد جبدت الكوشة ومن بعد قلت علاه مادام نقيت البوطاجير تحفت الحالة نزيد نكمل. غسلت الكوشة هاكد ومن بعد راني جبدتها وزيدت غسلت وراها، زيدت غسلت يعني الحيط منا. آه، هذيك ليطاجير اللي حاطة فيها الأواني خلاف غسلتها على نقيتها. يعني صدمت ليها، مادام الشتا وقاعدة في الدار هي قلت نقيها وخلاص. ها هي رجعت الحالة سوال نقيتها دك على دروك. يعني البوطاجير صراحةً دروك هاكد الليل يزيد يرجع كي الأول، ولكن ورا الكوشة صراحةً ولا كيما ورا الفريجيدار ولا الحيط ولا ما راحش نوصلهم يعني كل يوم. أنا هنا دروك أنا رايحة نزيد نجبدها. هنا كي نوري لكم يعني البوطاجير قبل كيفاش كان بالأواني وكي نقيسو. لهنا بديت في الحيوط، يعني الجهة اللي منا نتاع الكوزينة هذه ورا الفريجيدار. هنا ورا الفريجيدار جبدتو، غسلتها دكبالة ومانيش عارفة منين كيجي الأوساخ هادي، سبحان الله. الكوزينة مغلوقة، إحنا الفريجيدار مدرك، منين كيجي هذا الشي لوراه؟ سبحان الله. لهذا يعني المرأة لازمها تكون دايمًا عوينة ودينة، وهاد الشواك ما نخلوهمش يعني يطولوا. هنا أنا زدت غسلت البالي نتاعي ومسحت هذاك الميديتي اللي كيدير في الحيط، يدير وحده هاكا مطية بصراحةً. الكوزينة عندها غير الباب، يعني ما كينفتحهاش دايمًا، الباب اللي تخرج على برا ماشي هاد الباب اللي الكروار. الميديتي هذاك نتاع الطياب يقعد لداخل، يعني دايمًا مزيتة، دايمًا تعباتني، دايمًا نقي ودايمًا الزيوت هاكا بزين. ربي يكون في عوننا ويعطينا صحيحتنا كاملين حتى نقدروا نقوموا بديارنا ونقوموا يعني بأشغالنا اليومية يا ربي. صراحةً كي تعود الصحة كل شي ساهل، وعلاه جداتنا اللي كانوا يفلحوا ويزرعوا، يجيبوا الحب ويطحنوه يرحيوه ويطيبوا العايلة وياكلوها من كل شي من أشغال اليدوية، ماشي غير نقاو الماعن ولا نطيبوها حنا دروك نقولوا الحمد لله. رانا كي نلقاوها واجدة، إما نتاع بكري مساكن اللي كانوا يزرعوها ويجيبوها ويزيدوا يطحنوا ويزيدوا يطيبوا وطيب على النار، يعني ولا حليب البقرة. يروحوا البقرات هاذوك راني في الروتين وأنا دايمًا نعاود ندخل لكم شعبان في رمضان. في الروتين راني دخلت لكم في حياة جداتنا، يعني الشي اللي كانت تحكيه لي الجدة نتاعي ربي يرحمها. يعني كتكون نروحو نزرعو الشعير هي في وقت أنا كنت صغيرة كانت تحكي لي تقول لي نتوما عايشين مبرعين دروك، مهما كنا شوية ماشي كيما دروك. تقول لي نروحو نزرعو الشعير، نكشولو، وأنا كنت حاضرة مع الأم نتاعي، كنت صغيرة ولكن كنت حاضرة، يعني نكشو شحال مترة في مترة في مترة، يعني ديباه يقولوها عارض، قداش نعارض في عارض. ويزرعوا الشعير وكي يوجد ينحوه، يزرعوا اللوبيا ويزرعوا الفول ويزرعوا. هنا جاب لي هاد الحوتة، يعني لقاني النهار كامل وأنا نجبد نص نهار، جابها ليه صراحةً هاكا مخدومة، يعني هذاك اللي كيبيع يخدمها له، وجابها مغسولة مي زيد عاودتها وهاد الصفورة ما بغاتش تنحى، وختكم ما تقولوا لها ما تعرفش تاكل. صراحةً ما نحبش الحوت بيا بالبنت نتاعي، يعني ناكلوها فوق قلوبنا. نحب السكالوب وي، يما الحوت هاي داويتها نحيد درتلها الكمون والثوم والمعدنوس ورمّيتها هاكا شوية السميد باه تجي تقرمش، تجي فيها هاديك القرمشة، حطيت لها القليل من الزيت وقليتها وقدّمتها مع الشلاضة. هو زعما ودنا، مع إني مكيلة تعبانة كان اللي جبت لك حاجة ديتها لصحتك، ولكن ما عنديش مع الحوت سبحان الله. السردين هذاك الركيوك فقط. على العموم هذا هو الروتين نتاعي، نتمنى يكون خفيف ظريف على قلوبكم، ونتمنى تدعمونا بالجيم والبارطاج فضلًا وليس أمرًا، وجزاكم الله خيرًا، في أمان الله، سلام.